عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله بحلقة جديدة من برنامج السياحة الدينية. اليوم أنا متواجد في النجف الأشرف وبجانب حرم الإمام علي صلوات الله وسلامه عليه، ونزور في هذا اليوم مرغد أثيب اليماني، هذا العبد الصالح، ضريحة بجانب حرم الإمام علي، ولكن يغيب أمانة عن كثير زيارة هذا العبد الصالح. وأيضا هنا مرغد مقام الإمام علي صلوات الله وسلامه عليه. إن شاء الله سنتعرف أكثر عن هذا المقام المبارك، وأيضا عن المرغد المبارك، وأيضا مقام الإمام علي صلوات الله وسلامه عليه في هذه الحلقة بإذن الله تعالى. وإن شاء الله يعني نتشرف بمعرفة السلام عليكم مولاي. كيف الصحة؟ الله يعطيكم العافية. ان شاء الله. شلونكم مولاي؟ كيف الصحة؟ احنا فرصة سعيدة ان احنا نزوركم يعني مرة ثانية. نشرف مولاي بهذه الاماكن المقدسة. الله يوديك. احنا نسلم على مشايخنا. السلام عليكم مولاي. اهلا ومرحبا. الله يوفقكم ان شاء الله. الله يتقبل. ماجور ان شاء الله. يتقبل اعمالكم ان شاء الله. الله يوديك ماجور ان شاء الله. الله يتقبل اعمالكم ان شاء الله. السلام عليكم مولاي. كيف الصحة؟ الله يتقبل أعمالكم إن شاء الله. ماجور إن شاء الله. الله يتقبل أعمالكم. إذا أعزائي المشاهدين، نحن اليوم في النجف الأشرف، وفي هذا المرغد المبارك لأثيب اليماني سنتعرف أكثر إن شاء الله على هذه الشخصية العظيمة، هذا العبد الصالح، وأيضا مقام الإمام علي صلوات الله وسلامه عليه. بداية نرحب في الشخص المسؤول على هذا المكان المبارك، نتعرف على شخصيته. حياكم الله. الله يوفقكم إن شاء الله. أهلا وسهلا ومرحبا، ونتشرف بكم. لنا الشرف مولاي. وبفضائية الأنوار المحترمة، الله يطول عمرك، التي هي موضع ثقة كل المؤمنين الحمد لله في أرجاء المعمورة. لنا الشرف مولاي. وإحنا نتشرف بهذا المكان المقدس، وسوف نتلي عليكم روايات هذا المرقد وهذا العبد الصالح وهذا المكان المقدس. فلنذهب إلى المكان، نتعرف على شخصيتك أولا. نعم. الحاج عبد الحسن حمودي شنون. نعم. الأمين الخاص لمزار صافي صفا اليماني في النجف الأشرف. الله يوفقكم إن شاء الله. حياكم اللي عارفه أنكم متوارثين. نعم، احنا من أب وجد، احنا ما يقارب أكثر من 500 سنة في هذا المكان. الله يوفقكم إن شاء الله. وهذه هي دورنا القديمة، وإحنا المتولين الشرعيين والآن الرسميين من قبل الأمانة العامة للمزارات الشيعية الشريفة في العراق، التابعة إلى ديوان الوقف الشيعي. نعم. الموقر. الله يوفقكم ان شاء الله. حياكم الله. حجينا هذا المرغد المبارك الان. انا ذكرت في البدايه نحن بجانب يمكن اقل من 200 متر عن حرم الامام علي، ولكن يغيب عن ذهن الكثير من محبي اهل البيت. نعم، هو بالحقيقه هذا المكان هو المكان المسجد. نعم. أسس في أيام خلافة الإمام أمير المؤمنين في الكوفة. نعم. حيث أن الإمام أمير المؤمنين سلام الله وسلامه عليه عندما كان يضيق صدره من المارقين والناكثين والقاسطين، نعم، كان يأتي إلى الظهر، وهو ظهر الكوفة. نعم. هذا السن الصخري المرتفع، نعم، اللي هو مشرف على بحر النجف. نعم. وهاي المنطقة هي بالحقيقة نهاية وادي السلام. نعم. والكتب القديمة، نعم، تروي، نعم، لنا أنه هذا المكان هو محل مناجاة نبي الله موسى عليه السلام. الله. وهذا الجزء الذي هو من جبل طور سيناء. ما شاء الله. وهذا المكان تروي لنا الروايات أنه هو الجودي، نعم، الذي رست فيه سفينة نوح. اللهم صل على. فهذا المكان مكان مقدس، لذا أنه الإمام عندما كان يأتي من يضيق صدره من المارقين والناكثين والقاسطين، كان يأتي ويمر بالثوية، نعم، وهي مقابر المسلمين، نعم، ثم وادي السلام، نعم. وهذا الجزء هو الجزء المقدس، لأنه الإمام أمير المؤمنين يعرف قيمة هذا المكان ويعرف قدسية هذا المكان، لذا يأتي إلى هذا المكان فيدعو الله بفنون الدعوات ويتهجد ويصلي هو وقلة من أصحابه الذين يأتون معه إلى هذا المكان. إذن هذا المكان المقدس أعزائي المشاهدين يغيب عن أذهاننا نحن محبي أهل البيت، ومع الأسف يعني ما أعطي حقه الإعلامي
لنسلط الضوء على هذا المرغد الشريف والكرامات التي أو الإظهار الإعجازي وحب أمير المؤمنين ومقام أيضا الأنبياء مثل ما ذكر الحجي. إن شاء الله سنتعرف أكثر في هذه الحلقة عن هذا الضريح المبارك وهذا المكان المبارك. سمعت الشيخ معنا أيضا، تفضلون. حجينا بداية تكلمنا على مساحة المكان الضريح في دورين، أشوف سرداب ما شاء الله. أحسنت. في 4 أدوار. نعم 4 أدوار. نعم ما شاء الله. المكان مساحته 3750 متر مربع. ما شاء الله. فهذا المكان هو باعتبار أنه هو السن الصخري المشرف على بحر النجف. نعم. قديما فكان هذا المكان عندما كان هو مشرف على البحر. نعم. يستوجب أن يكون عدة طبقات. نعم. لأنه حتى يكون أكثر فن معماري. نعم. باتجاه البحر. نعم. وباتجاه الشارع الحولي. لذا قسم إلى 4 أدوار. نعم. الدور اللي نقول الدور الأرضي هو اللي فيه السن الصخري الأصلي والقبر الشريف والمقام. ما شاء الله. والمكان الذي كان يجلس فيه الإمام أمير المؤمنين. اللهم صل على محمد. هو وقلة من أصحابه وكان يجلس في هذا المكان. هذا الدور الأرضي احنا نسميه. أما اللي تحت هذا الدور. نعم. هو استغليناه مضيف أمير المؤمنين سلام الله عليه. شيخنا حجينا تقرأ الزيارة. نعم نعم نعم. هذا الضريح المبارك. نعم. وإن شاء الله سوف يكون بحلته الجديدة. اللهم صل على محمد. إن شاء الله. في نية إن شاء الله. في نعم. قيد الإنشاء. اللهم صل على قيد الإنشاء. حجينا ترى لنا زيارة وإحنا نزور. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام على عباد الله الصالحين. السلام على أوليائه المقربين. السلام على من اصطفاهم رب العالمين. السلام على محمد وآله الطاهرين. السلام على اليمني الأمين. السلام على من دخل الحصن الحصين وجاء نعشه على الهجين. السلام على من تولى دفنه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. السلام على من جاوره فكان بجواره من الفائزين. السلام عليك أيها العبد الصالح. السلام عليك أيها التقي الفالح. السلام على أولياء الله المتقين. السلام على الملائكة المقربين ورحمة الله وبركاته. اللهم انفعنا بزيارته واهدنا بهدايته واجعلنا وإياه من محبي علي وخيار شيعته واحشرنا غدا في زمرته واغفر لنا ولمن مات على ولايته. إنك أهل التقوى وأهل المغفرة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآل محمد. إذن أعزائي المشاهدين هذا المرغد المبارك لأثيب اليماني. اللهم صل على محمد وآل محمد. وهذا العبد الصالح مثل ما ذكر الحجي هناك خطة إن شاء الله. نعم. لبناء أو تحديث الضريح. نعم. الآن. نعم. في قيد الإنشاء. نعم. في الورشة. نعم. ما شاء الله. في ورشة العتبة العباسية. ما شاء الله ما شاء الله. هي متكفلة مع ضريح أبي الفضل العباس. اللهم صل على محمد وآله. والآن أوشك أن ينتهي. نعم. العمل به إن شاء الله. ولكن احتراما لضريح أبي الفضل العباس. أحسنت. إلى أن يكمل ضريح أبي الفضل العباس
وينصب على الجثمان الطاهر أو على القبر الشريف. نعم. بعدين إحنا إن شاء الله حتى يكتمل إن شاء الله الإعمار، باعتبار أنه الآن ما مؤهل المكان لنصب الضريح المقدس، لذا أنه ننتظر من أهل الخير وأهل الصلاح وأهل الكرم أنه يقومون بإكمال وإعمار هذا المرقد المقدس. وإن شاء الله وجود الطيبين إن شاء الله والمؤمنين بكل أرجاء المعمورة في التشرف بتكملة إعمار هذا المزار الشريف. حجينا، يعني هناك الكثير من التساؤلات عن شخصية عثيب اليماني. يغيب عن ذهن الكثير، وأنا واحد منهم. عن يعني هناك أكثر من رواية. فأنت الآن بما أنك أنت المسؤول عن هذا المكان والأمين الخاص وأيضا متوارث عن الآباء، عندكم معلومات كاملة عن هذا المكان. بعد سماحتنا تفضل. هذا الرجل هو الروايات القديمة تقول أنه أحد ملوك اليمن. اليمن كانت عدة ممالك. يعني أشبه ما يكون اليوم بالمحافظات. فهذا الرجل هو من تلامذة أويس القرني. وكان من المسلمين الأوائل عندما أرسل الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام الإمام أمير المؤمنين إلى اليمن. هذا الرجل كان من الأوائل الذين دخلوا الإسلام على يد أمير المؤمنين، وكان عارفا بحق أمير المؤمنين وما شخصيته وأنه نفس رسول الله، وكان من تلامذة أويس القرني. فهذا الرجل اليماني كان روايتين. الرواية الأولى أنه في أيام خلافة أمير المؤمنين انتفضت مملكته عليه، وسلبت المملكة من عنده، فجهر عليه مناد وقال له: اذهب إلى أمير المؤمنين في العراق، سوف يعطيك دعاء، وهذا الدعاء إن شاء الله بقوة الله ترجع مملكتك لك ويزول عدوك. فشد الرحال وجاء ب400 عبد وأموال، وشد الرحال من اليمن إلى الكوفة أيام خلافة أمير المؤمنين. وعندما وصل إلى الكوفة سأل عن أمير المؤمنين، فدلوه على بيت أمير المؤمنين في الكوفة. فطرق الباب، خرج الإمام الحسن سلام الله عليه، فسأله: أني أريد أن أقابل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. فدخل إلى البيت الإمام الحسن وقال لوالده أمير المؤمنين أنه على الباب رجل وقور ذو هيبة ووقار، ويريد مقابلة الإمام يعني هذا. فقال له: أذن له بالدخول. فأذن له فسلم عليه وكأنما يعرفه. فقص عليه ما جرى عليه من أصحابه. فقال له: سأعطيك دعاء، هذا الدعاء تقرأه 40 ليلة، وبأمر من الله سبحانه وتعالى ترجع لك مملكتك ويرجع أصحابك وترجع كل المؤهلات التي كنت تتصف بها. ففعلا أخذ هذا الدعاء ورجع إلى اليمن وقرأه 40 ليلة متتالية. وعندما وصل إلى اليمن وإلى مملكته رأى الأمور كلها مؤهلة ومنبسطة له، ورد ملكه له. هذه الرواية. بعد 10 أشهر
بعد 10 أشهر توفي، فقبل وفاته أوصى أولاده أنه إذا أنا قضيت نحبي تأخذون بجثماني إلى أرض الغري، لأنه سألوه لما لا ندفنك في هذه الأرض السعيدة أرض اليمن؟ فقال لهم إنه يدفن في هذه الأرض رجل يشفع له مثل ربيعة ومضر. فقالوا له أتعرف من هو هذا؟ فقال لهم هو أمير المؤمنين وسيد الأوصياء وإمام المتقين علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وآل محمد. وفعلا جاءوا بجثمانه. والرواية الثانية عندما كان الإمام سلام الله عليه يأتي عندما يضيق صدره من المارقين والناكثين والقاسطين، كان يأتي هو وقلة من أصحابه إلى هذا المكان لمعرفته بقدسية هذا المكان، وكما أسلفت أنه محل مناجاة نبي الله موسى، وهو جزء من جبل طور سيناء، وهو المكان الجودي، وهو ظهر الكوفة. لأنه الإمام أمير المؤمنين عندما أوصى أولاده بالدفن فقال لهم ادفنوني بالظهر، فهو هذا الظهر الذي هو بين الذكوات البيض الثلاثة. فالرواية الثانية هو عندما كان جالسا في هذا المكان، هو وقلة من أصحابه، قال لأصحابه أترون ما أرى؟ فقالوا له وما ترى يا عين الله الناظرة؟ فقال لهم إني أرى جنازة على بعير يقودها رجلان سوف تأتي إلى هذا المكان بعد 3 أيام. لم يسألوه ما هذه الجنازة وهذا. فعلا بعد 3 أيام جاء الإمام كالعادة هو وقلة من أصحابه، فجلس في هذا المكان أو هذا الموضع، وإذا بالجنازة، فقال لهم قوموا لنستقبل هذه الجنازة. وإذا بالرجلان والناقة والجنازة، فالرجلان سلما على الإمام فرد عليهم السلام، وسألهم الإمام من أين أتيتم وما هذه الجنازة؟ الإمام يعرف، ولكن حتى التاريخ يسجل وحتى أصحابه يعرفون وينقلون ما جرى. فقالوا له أما نحن فمن اليمن، وهذه جنازة أبونا، أوصانا لندفنه في هذه الأرض. فسألهم الإمام لما لا دفنتموه في أرضكم وأرض السعادة؟ فقالوا له إنه أوصانا. فسألهم الإمام ماذا أوصاكم؟ فقالوا للإمام إنه يدفن في هذه الأرض رجل لو شفع لأهل الأرض لشفع، أو الرواية الثانية لو شفع لربيعة ومضر. كانت القبائل العربية ربيعة ومضر هي الكبرى، فلأجل الكثرة فقال لهم الإمام أتعرفون ذلك الرجل الذي يدفن هنا؟ فقالوا لا. فقال لهم الإمام أنا والله ذلك الرجل، اللهم صل على أنا والله ذلك الرجل، أنا والله ذلك. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد. فشمروا عن سواعدهم وصلى على الجنازة الإمام، وأمرهم أن يحفروا في هذا المكان. فهذا المكان أصبح مقام الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، ومرقد العبد الصالح عتيب اليماني المعروف بصافي صفا. أحسنت. صافي صفا. هذه المنطقة كانت تسمى بصفات الصفا. هذه المنطقة كانت تسمى بصفات الصفا. صفات الصفا محل تجمع القوافل العربية التي كانت تأتي قبل الإسلام إلى الحيرة، وبعد الإسلام إلى الكوفة. فهذا المكان هو صفات الصفا.
اسم المنطقة طغى على اسم هذا الرجل اليماني. نعم. اللي هو اسمه أثيب اليماني. نعم. أن بعض الروايات تقول أنه هذا الرجل من قبائل همدان. نعم. لأنه الإمام أمير المؤمنين قال: لو كنت بوابا على باب جنة لقلت لهمدان ادخلوا بسلامي. إذن هذا الرجل من أحسنت من حسن حظه وتوفيقه وإيمانه بالإسلام وبشخصية أمير المؤمنين ولغرض نيل الشفاعة من أمير المؤمنين، الله سبحانه وتعالى كرمه وخلى بجوار أمير المؤمنين سلام الله عليه. اللهم صل على محمد. هذه معظم الروايات. نعم. وفقهاءنا القدامى. نعم. الفقهاءنا الأوائل. نعم. قد جعلوا هذه الرواية التي نقل هذا الجثمان الطاهر من مسافات بعيدة إلى هذا المكان هو جعلها أنها قاعدة فقهية. نعم. لجواز نقل الأموات من الأماكن البعيدة إلى المشاهد المقدسة حتى تكون بالقرب من هذه الأجساد الطاهرة الطيبة التي أمر الله أن وإلى هذه البيوت. نعم. التي أمر الله في بيوت بسم الله الرحمن الرحيم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. فهذه الأماكن هي المقدسة واللي هي لذا أن في كل الأماكن التي يدفن فيها الأولياء والصالحين وأصحابهم والمقربين لهم، لذا أنه كل من يعتز أن يدفن جثمانه بالقرب من هذه المشاهد المقدسة. أيضا يعني حجنا كل المراغد الآن التي تحتضن أبناء الأئمة الأطهار وأنصارهم هي تحيي منطقة كاملة وتحيي. أينما حلوا فهم خير وبركة. أينما حلوا في حتى لو في أقصى بقاع العالم هم يعيشون في بركة هذا المكان. ونحن كذلك. النجف ما شبيها النجف. نعم. أحسنت. أرض صحراء قاحلة الآن ولكن أمير المؤمنين شرفها. ونحن إن الشرف من أن نكون بجوار أمير المؤمنين وهذا البطل القائد المغوار الشجاع الذي ضحى بكل ما يملك من أجل بقاء بيضة الإسلام ودعم ومساندة أخيه ونفسه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهناك الكثير من النماذج حجينا الآن حتى في سوريا. حجر بن عدي رضوان الله عليه يحيي منطقة كاملة ببركة هذا المرغد. السيدة رقية رغم أن عمرها 3 سنوات تحيي أكثر من 1000. وهي بلاد الشام بلاد أموية. اللهم صل على ولكن هذا نور الله سبحانه فعلا هي هاي في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. أحسنت مولاي. أحسنت. رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. اللهم ثبتنا على ولاية. اللهم اجعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين. اللهم آمين يا الله. والثابتين على ولاية أمير المؤمنين. مقام الإمام. نعم. الآن نتوجه إلى مقام الإمام أمير المؤمنين. اللهم صل على محمد. الله عليه. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على. هذا هو المقام الذي يبعد عبارة عن أمتار عن المرقد الطاهر. فهذا المكان هو بالحقيقة سن صخري. هذا سن صخري مشرف على منحدر البحر. بحر النجف. هذا كان مرتفع وسن صخري. وكان هذا المكان هو لهواء الطيب ولنقاوة الجو اللي هنا ولهدوءه باعتبار بعيد عن الكوفة. يعني ما يقارب 10
كيلومترات نعم عن الكوفة. تقريبا نعم. فكان الإمام عندما يجلس هنا هذا المقام هو لغرض التعبد والتهجد والصلاة والدعاء. نعم. ويدعو الله بفنون الدعوات. اللهم صل. فهذا المكان هو كان باعتبار هو مكان محل مصلى نعم. الإمام، لذا سمي بمقام الإمام، لأن الإمام أينما يحل اللهم صل تحل البركة ويقيم نعم. الصلاة في هذا المكان يعتبر هو مكان مقدس. أحسنتم. المكان بالمكين. نعم أحسنت. المكان بالمكين. أحسنتم مولاي. الله يوفقكم إن شاء الله. لذا أنه شوف يعني هالبساطة نعم. إلا أنه كبير في قدسيته. نعم. وفي روحانيته. نعم نعم. فلذا أنه من أكو فد مميزات نعم. في هذا المكان المقدس. نعم قول لنا شو المميزات. نعم المميزات أنه عندما تأتي النساء نعم. التي لا يعني ما عندها في الذرية. نعم اللهم صل. يجون يطلبون من الله في هذا المكان وبحق هذا العبد الصالح. نعم أحسنت. أنه الذرية الصالحة. نعم الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يحقق ما يطلبوه بحق هذا المكان المكرم وبحق أمير المؤمنين وبحق هذا العبد الصالح الذي أوصى أولاده وجاءوا بنعشه إلى هذا المكان. الله يوفقكم. لذا أنا يعني الآن عمري تجاوز 60. طولة العمر إن شاء الله. الله يحفظكم. الله يحفظكم. فكنت قبل 50 سنة أكثر. نعم. كانت هنا دكة. نعم. هذه الدكة كان الأطفال. نعم. عندما الله يرزق النساء أطفال كانوا يأتون بأطفالهم. أي نعم. ويجلسونهم فيها على هذه الدكة ويقصون يعني يقيمون السنة. نعم نعم. يقصون من الشعر. نعم. ويعادلوه بالفضة أو الذهب. ما شاء الله. وينفقوا إلى الفقراء تكريما أو صدقة عن هذا الطفل. اللهم صل على محمد. حجينا إن شاء الله متى يعني خطتكم يعني والله إنجاز هذا احنا بالنسبة ان خطتنا يعني هو الآن الهيكل جاهز. نعم. بس عندنا المرحلة الثانية مرحلة الإنهاءات. نعم. يعني التغليف المرمر ان شاء الله التشطيب يعني. نعم. التشطيب. نعم ان شاء الله. وتدري اكو الان ظروف البلد. نعم. وتلكؤ بعض الشركات. نعم. نعم. لذا انه احنا ان شاء الله نطمح انه الخيرين من المؤمنين ان شاء الله انه يعني يقومون بتكملة هذه الأماكن المقدسة الشريفة. هدفنا إن شاء الله احنا نعم بالبرنامج يعني احنا حجينا نسلط الضوء على هذه الأماكن المباركة إن شاء الله. وندعو أهل الخير دائما لحب أمير المؤمنين يساهمون في إحياء هذا المكان. وهذا من ميزان حسناتهم. أنا أيضا زرتك في الأربعين وشفت كان يحتضن هذا. هذا في زيارة الأربعين. نعم يحتضن. احنا ذن الأربع أدوار. نعم. 4 أدوار تمتلئ. نعم. بالزوار. نعم. ومبيت الزوار. نعم. وأطعام الطعام. أحسنتم. أنا يعني في وقت الذروة. نعم. تجاوز 10,000 زائر. ما شاء الله تبارك الله. 10,000 زائر. ما شاء الله. وإحنا فاتحين المزار للمبيت. نعم. من 3 صفر. نعم. إلى 30 صفر. ما شاء الله تبارك الرحمن. تقدمون خدمات يعني ياخذ يعني خط بياني. الله يوفقك. إلى وقت الذروة وصل 10,000 وتجاوز 10,000. اللهم صل على النبي. بحيث أنه الجو بارد. نعم. فبعدين ما قدرنا ماكو مكان فظلوا فرشنا لهم بالعراء. أنا كنت موجود. نعم. احنا الآن وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. كلمة أخيرة حجي يعني تكلمنا بمناسبة هذه أول وجودنا معكم اليوم. نعم. نعم. طبعا إن الشرف. نعم لنا الشرف احنا أن نلتقي وأن نستقبل قناة الأنوار. الله يوفقكم إن شاء الله. ونتمنى لهم لأنه لها باع كبير نسأل الله في إحقاق الحق ونصرة المظلومين
واليتامى والمساكين والباقيات الصالحات، لأنه إحنا تواقين لأن نشاهد هذه القناة الخيرة الطيبة التي هي في سبيل الله وتقول لا نريد منكم جزاء ولا شكورا لوجه الله، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، ونتمنى لكم كل التوفيق والثبات على ولاية أمير المؤمنين. اللهم ثبتنا على ولاية حياكم الله. طبعا كل الشكر حياكم الله لاستقبالكم لنا وقبولكم يعني بسعة صدر، والوقت متأخر ولكن احنا لنا الشرف يعني ان ممنونين. احنا يا ريت تكون عندكم مجال حتى نراويكم المضيف أمير المؤمنين إن شاء الله، ونراويكم المطبخ. والآن يعني نريد نستعد استعدادات، لأنه باعتبار أنه الزيارات المليونية القادمة سوف تكون بعد أكثر إن شاء الله، فلذا احنا نحاول كل سنة نجدد فرد أماكن يعني أوسع، فرد مثلا أثاث، فرد كذا يعني الأمور هاي. وإن شاء الله الله يوفقنا ويوفق الجميع ويوفق كل من يتعاون في إحياء هذه الأماكن الطيبة، الأماكن المقدسة، والحمد لله رب العالمين. أحسنتم حجي. إذن أعزائي المشاهدين، وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج السياحة الدينية، ونحن في النجف الأشرف في ضريح أثيب اليماني، وهذا المكان المبارك وأيضا مقام الإمام علي صلوات الله وسلامه عليه. إلى أن نلتقي معكم بحلقات أخرى من برنامج السياحة الدينية، خير ما نختم به هو خير ما بدأنا به. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.